لو لسه معرفتيش سر ولون وطعم مكرونة المطاعم أو زي ما طلع الترند من فترة باسم مكرونة الانسجام، تابعي معايا للآخر. ولو لسه برضه معرفتيش لطعم كبدة العربيات والمحلات عندنا في اسكندرية مختلف، يبقى وصفة النهاردة ليكي. تابعي معايا الوصفة للآخر، ولو عجبتك ياريت لايك ومتابعة عشان يوصلك كل جديد، وخدي لك جولة في صفحتي إن شاء الله تستفيدي. ويلا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. اول حاجه حطيت حله على النار وحطيت فيها معلقه من الملح وحبه من الزيت، وحطيت المكرونات تتسلق. انا حاطه يا بنات كيس مكرونه اللي هو 400 جرام، شكلين مختلفين اسباجيتي وعادي. كمان حطيت حله تانية فيها زيت، وحطيت بصلتين كبار او بصلايه كبيره لو عندك. قطعتها جوليان رفيع جدا وحطيتها لحد ما لونها احمر خالص زي ما بنعمل كده الرز الصيادية. اتكي على البصلة شوية بس تطلعيها قبل ما تمرر معاكي. يعني يبقى لونها دهبي غامق كده، وما تسيبهاش تتحرق عشان ما تمررش. نزلت بالزيت دوت ب3 معالق من السكر كبار، وسبتهم يتكرملوا. ايوه سكر، ما تستغربيش، كملي وهتستفيدي. حطيت 3 معالق لحد ما اخدوا اللون الكراميل كده الخفيف. نزلت عليه بلتر عصير من الطماطم، ومعلقة من الفلفل الاسود والكمون والكزبرة والشطة. وكمان حطيت 7 بهارات، ومكعب مرقة اختياري او معلقة من مرقة الدجاج، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. هنا الصلصة بتاعتي بتاخد ملح زيادة شوية عن الصلصة العادية عشان احنا حاطين فيها سكر. هنا زودت معلقة من الشطة ومعلقة من البابريكا ومعلقة كمان من الصلصة. هجيب بقى البصل بتاعي بعد ما كنت حطيته هدا شوية ونشف. فركته جامد جدا بايديا كده، كسرته ونزلت عليه بالصلصة وسبتها تكمل تسبيك. هنا بقى بعمل الكبدة بطريقة العربيات اللي بناكلوها هنا في اسكندرية. انا معايا معلقة كبيرة من الثوم، معلقة كبيرة من الشطة المفرومة، ومعايا ثوم اخضر انا اللي هو العيدان مفرومه بفلفل اخضر. كمان حطيت عليه معلقة صغيرة كمون والكزبرة والشطة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وحطيت ملح. هنا معايا 3 معالق من الخل بحطه على الخلطة، وكمان بعصر عليها عصير ليمونة كبيرة. انا لسه هزود في وقت السوا خل وليمون في الاخر. قلبت بقى التتبيلة بتاعتي دي، خدت نص التتبيلة حطيتها على الكبدة وقلبتها وسبتها جنبي 5 دقايق. بصي الكبدة هنا بوريكي ان لازم تبقى متقطعة كده عصافير صغننة خالص. لو انت هتقطعيها في البيت بالطريقة دي يبقى لازم تكون الكبدة مجمداها شوية وتقطعيها وهي مجمدة. هنا حطيت الزيت في الطاسة لحد ما سخن، نزلت بمعلقة واحدة من التتبيلة ونزلت عليها بنص كمية الكبدة. أهم خطوة، ما تنزليش بالكبدة كلها مرة واحدة في الطاسة عشان ما تنزلش مية كتير وتفقد السوائل بتاعتها وتبقى ناشفة. انا نزلت بيها وسبتها لما اخدت لون من تحت ابتديت اقلبها. بعد كده يعني زحتها كده للنص ونزلت بباقي الكمية نفس الحكاية. دلوقتي نزلت بباقي التتبيلة، طشيتها بمعلقة كبيرة من الخل، وبعد كده نزلت عليها بالفلفل. الفلفل ده براحتك بقى، كتري زي ما انت عايزه. انا معايا كيلو الا ربع من الكبده، حطيت ربع كيلو من الفلفل. سر العربيات بيحطوا كبده كتير، يعني افتكري ابو الليمبي كده لما كان بيقول له وهو بيطلع عربيه الكبده حط فلفل كتير. الكبده من الحاجات اللي بتقبل الفلفل قوي، وبيبقى طعمه حلو جدا. فزودي، عايزه تزودي عن كده زودي. دلوقتي الصلصه بتاعتي كانت استوت، طلعت منها نص الكمية خدتها على جنب. خدي بالك الصلصة دي مختلفة عن الصلصة العادية، بتبقى تقيلة تقيلة ولونها كمان تقيل. فأنا شلت نصها وعشان أنا أبقى متحكمة في كمية الصلصة اللي أنا عايزاها، وبقيت أزود مغرفة بمغرفة كده.
على فكرة اتبقى معايا ربع كمية الصلصة، ممكن تستخدميها مرة تانية، ودول كانوا كيسين من المكرونة يعني كيلو. كيس من المكرونة الصغيرة وكيس من المكرونة الاسباجيتي، كيس من اللي هي 400 جرام. بصي بقى لون وشكل وطعم وريحة جبارة للمكرونة. الكبدة عصرت عليها ليمونة كبيرة وعملت بيها السندوتشات، حشيت سندوتشات عيش فينو للي عايز يعني ياكلها بعيش، والباقي غرفته كده في الطبق. جربيها بنفس الطريقة، صدقيني هتفرق جدا في طعمها، وطعم المكرونة طعمها مختلف جدا عن اللي بنعملوه بالصلصة العادية. جربيها مش هتندمي. ولو عجبتك يا ريت ما تنسنيش بلايك ومتابعة للقناة عشان يوصلك كل جديد. وصحة وهنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.